لاعبي برشلونة نازلة ضغطة من بداية المباراة على أمل إنها تاخد الثلاث نقط وتضمن التأهل للدور ال16 بعد غياب سنتين على التوالي. ولكن بالرغم من الضغط المتواصل من فريق برشلونة في كل أنحاء الملعب، إلا إن الفريق شختار بيقدر إنه يقفل مساحته في الملعب، وقدر إنه يعمل هجمات مرتدة. ومع طريق الهجمات المرتدة قدر إنه يعمل باص ثرو في عمق الملعب، قدر يتعامل معها كريستنسن بتاكلينج في وقت مناسب. والكرة التانية اتعملت من في ظهر جواو كانسيلو، وقدر يتصدى لها تير شتيجن. واستمر فريق برشلونة ولاعبي برشلونة في الضغط المتواصل على فريق شختار، ولكن لاعبي شختار كانوا متمركزين جدا في الملعب من الناحية الدفاعية. ولكن الغريب ان الاجنحة بتاعت برشلونة ووسط الملعب مفيش اي حل منهم قدروا يقدموه طوال ال 45 دقيقة الاولى. يعني لو بصيت على رافينيا في الشوط الاول ما عملش غير تسديدة واحدة اللي هي عطلت العارضة. اما على الناحية الشمال فكان فران توريس، فهو ال 45 دقيقة الاولى ما ظهرش في الملعب باي حاجة تذكر له. ولكن الحاجة المميزة في المباراة ان فريق زي شختار قدر يسجل الهدف من طريق ان هو قاعد بنى الهدف من تحت من عند المرمى لحد ما وصل بيها خط النص، ومن خط النص اتعاملت تمريرة قطرية بطول الملعب تغيير الملعب، وقدر يرفع عرضية بيتعامل معها المهاجم بشكل كويس مع استهتار من كريستنسن اللي هو ما قدرش اساسا يفوت يمنع الكرة او يحاول يضايق اللاعب المهاجم. ولكن الغريب في الامر ان فريق لعيبه برشلونه لو استمرت على اللعب دلوقتي حتى اسبوع، مش هقول لك ماتشين ثلاثه، حتى اسبوع مش هتقدر تجيب جون، لان انت الجوان بتيجي عن طريق ان حتى لو مفيش ولا لاعب قدر يسدد تسديده على المرمى، او مفيش ولا عرضيه صحيحه المهاجم قدر يفوز بيها بتاع برشلونه. مع قدرة فريق شختار انه يقفل عمق الملعب ويقفل العرضيات وحتى الكرات الهوائية اللي جاية هم اللي فايزين بيها، فبالتالي مفيش اي حلول من فريق زي برشلونة. ولكن مع زيادة العددية برشلونة في الامام والاندفاع للهجوم تركوا مساحات كبيرة جدا في ظهر الدفاع، وده اللي خلى لاعيبة شختار تروح باكتر من هجمة محققة للجون. ولكن تير شتيجن تصدى الواحدة، وبعض اللعيبة منهم استهتروا او تراعنوا في نهاية الهجمة. ولكن الامر اللي يحزن او الامر المؤسف او الامر اللي هو يضايق ان انت لما تبص في وش تشافي هرنانديز هتلاقي انه بيقول لك انا مش قادر اعمل حاجه، انا اخر كده، مش اخر كده، مفيش حلول في ايدي ان انا اقدمها. يعني نظر اللعيبه في الوقت اللي الخساره الماتش اللي هو مستنيه بفروغ الصبر عشان يضمن ان هو يتاهل لدور ال16 اللي من ساعه ما جه برشلونه، وهو يعني في عقده بينه وبين دوري الابطال. ولكن في الارجح هي كانت مباراة قوية من فريق شختار، انما على الناحية التانية فريق برشلونة ما قدرش يعمل اللي مطلوب منه، او اللعيبة ما قدرش تعمل المطلوب منها قدام فريق ومش بنفس الامكانيات، ولكن كانوا بيقدوا بروح. سلام.